السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بنتي قالت لي يا ماما احنا عايزين نفطر فول وفلافل. انا زهقت بقى كل يوم بنعمل سندوتش جبنه بيضه جبنه تركي، انا نفسي اكل فول وفلافل. قلت لها طبعا الدنيا غاليه جدا جدا جدا، لما بتروح تديك ب5 جنيه فول. بصوا قد ايه، يعني لو عيله 3 4 6 افراد ما يكفيهاش. وكن الفلافليه عندنا الصغيره بجنيه والمحشيه بجنيه ونص ب2 جنيه. انا قلت لها لا احنا بقى هنجيبه ونعمله في البيت، نعمل كميه كبيره تكفي مثلا 6 8 افراد للفطار. بصوا اداني ب4 جنيه عجينه قد ايه عشان انا وهي بس. بصوا اداني كيس والله ممكن يطلع من دول حوالي 8 او 9 فلافل. وجبت ب5 جنيه فول وعندي طماطم وفلفل. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا خرطت البصليه بتاعتي والثلاث طماطمات عملتهم قطع صغيره، والفلفل الفلفل دوت حامي، لو مش عايزه حطي فلفل كوبي لو عندك اطفال او حاجه. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. انا دلوقتي جبت عندي صينيه صغيره هنزل فيها البصل يتشوح تشويحه بسيطه. البصل هو لازم حضرتك نتعلم الدنيا غاليه ربنا يرحمنا. لما تروحي تلاقي نفسك بتجيبي حوالي 20 جنيه 30 جنيه فطار وهو فول وفلافل، فتلاقي بتجيني وما فيهاش. هحط حبه زيت صغيرين واسيبها بس تتشوح، وبعد كده هنزل عليها بقيه الحاجات. شايفين اهي بدات تتحمر تتشوح معايا. انا هاخد دقيقه واحده هنزل بقى بالفلفل معاها اهو. هو الفلفل عندي ده مش حامي قوي، بس لو انت عندك اطفال صغيرين وانت بقى عبال ما تتحمر شويه تمسكي كيس الفول بس تعملي كده بايدك، تعصيه كده بايدك بحيث ان الفول يتهرس جوه. بصوا بحيث ان الفول يتهرس جوه. بصوا انا عندي ثوم مهروس اهوت على فلفل على كمون على شطه. هحط معلقه صغيره وهنزل بقى اديني تقليبه بس صغيره كده وانزل بالفول. انا دلوقتي بقى هنزل بالفول بتاعي كله كده اهو وهقلبه كويس اهو زي ما انتم. انا بقى هنا بقى بحب في المرحله دي احط الطماطم اخر حاجه مش اول حاجه. تمام. انا هنزل بقى بشويه ملح شويه ملح صغيرين كده، وهنزل عليه بحبه كمون. ما نحطش اكتر من كده ماشي، نسيبها شويه وبعد كده ننزل بالطماطم. شايفين اهو بدا يغلي مع بعضه. وهنزل بقى بالطماطم وهقلبها كويس جدا وهسيب. بصوا بقى هنا على الهادي لحد ما الطماطم بتاعتي تستوي، لان طبعا تقريبا كل المكونات مستويه، فانا هعملها على الهادي خالص. نحمر الفلافل هتكون هي الفول معانا استوى وبقى زي الفل. يلا دلوقتي يا حبايبي انا هوطي عليه النار لحد ما يستوي كويس عبال ما اعمل الفلافل. هنا بقى يا حبايبي انا فضيت العجينه بتاعتي في طبق. يلا بينا نشوف هنحمرها ازاي. دلوقتي انا جبت طاسه صغننه عندي اهيت، حطيت فيها الزيت. استنى عليه لحد ما يتقدح جامد وابدا اشكل الفلافل واحمرها فيها. دلوقتي الزيت بتاعي اتقدح معايا. انا همسك بقى الفلافل اهيت. اهم حاجه تبلي ايدك ميه، وهنعملها كده وننزلها في الزيت. شايفين اهي كمان واحده وهننزلها في. انت بقى اللي بتتحكمي في شكل الفلافل بتاعتك لما بعدين نشوف. يلا بينا نشوف هنقدمها ازاي. هنا حبايبي الفول بتاعي استوى، فانا طفيت عليه لحد ما اكمل تحمير بقيه الفلافل ونشوف هنقدمهم ازاي. انا هنا اهو بحمر الفلافل دي عاملاها طويله كده لان انا عاملاها محشيه، على ان بحب الفلافل المحشيه مش ازاي.